الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا
كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد فركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
نصره فاستغلظ في السواء على سوقه يعجب الصراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رسول المصطفى الكريم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم، وأشهد أن الإسلام دين الحق، وأشهد أننا يوم القيامة محاسبون أمام الله، فمن أسلم فقد اهتدى ونجا وفاز بالجنة، ومن أخطأ الإسلام فقد أخطأ الجنة. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن كل ما جاء به الرسول عليه السلام كله حق، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا يوم سعيد إن شاء الله سبحانه وتعالى، يوم الأربعاء فاتح المحرم 1445 من الهجرة، الموافق ل19 من يوليوز 2023 بتاريخ الميلاد. في هذا اليوم السعيد جمعية الدعوة بجمعية الزاوية الريسونية والزاوية الريسونية في كل من شفشاو وغيرها تحتفل بابتدائنا لموسم مجمع المتتبعين والتابعين للصالحين والمتشبهين بالصالحين، والذي سيخصص يومه يوم الأحد 23 من يوليوز، سيخصص لموسم الدعاء لأمير المؤمنين سيدنا محمد السادس نصره الله وأعز أمره. وقد استمعنا قبل قليل إلى سورة الفتح من هؤلاء الرجال الذين يحفظون القرآن الكريم، حيث قرأوها تفاؤلا بأننا سنفتتح هذا الموسم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى بالخيرات وبالبركات وبالألطاف وبالسعادات وبالهناء وبالسرور وبالرحمة وبالنعمة التي نحن فيها ولله الحمد. ونطلب من الله المزيد من رحمته ومنته وجوده وإحسانه وكرمه وعطائه ونفحاته، فنفحات الله جل علاه ليس لها نهاية، وعطاء الله سبحانه وتعالى واسع لا يصفه لسان ولا يكتبه بنان ولا يعرفه إنسان ولا جان. فعطاء الله جل علاه فوق العقول وفوق الفهوم وفوق اجتهادات الإنسان، وإنما يعرف بعض هذا الكرم الإلهي ساداتنا الأنبياء وساداتنا المرسلون. لماذا موسم الدعاء لأمير المؤمنين بإذن الله تعالى؟ لأننا نعتبر أن أمير المؤمنين سيدي محمد السادس
جلالة الملك المعظم هو الضامن وهو الأمان وهو صاحب المقود وهو صاحب الشأن وهو صاحب الفعل وصاحب الرشد وصاحب السداد لقيادة الوطن المغربي إلى طريق الازدهار وإلى طريق النمو وإلى طريق الخيرات والبركات. فهو حفظه الله منذ تولى الحكم سنة 1999 في 30 يوليوز منذ إيدين، وهو لا يستريح له بال إلا في خدمة المغرب وإلا في الدفاع عن المغرب وفي افتتاح الأوراش وفي تقديم البرامج النافعة وفي توجيه النصائح الغالية. فهو يسهر على مصالح شعبه في داخل البلاد وخارجها، يسهر على ذلك بعين فيها الحب الكبير وبقلب فيه الحب الكبير لهذا الوطن المغربي العزيز. إن ملكنا يجب علينا أن نطيعه وأن نسمع له، لأنه هو منبع الخيرات في بلادنا، ولله الحمد والشكر والمنة. وثوابت المغرب كما نعلمها جميعا المذهب المالكي، وكذلك العقيدة الأشعرية والتصوف النقي الطاهر من البدع والأحداث. هذه هي ثوابت المغرب في الناحية الدينية، ويحتضن ذلك كله مؤسسة أمير المؤمنين نصره الله وحفظه وأقر عينه بسمو ولي عهده الأمير الجليل مولانا الحسن، وشد أزره بأخيه مولاي الرشيد وأسرته المالكة، وتقبل الله في جنته والده المنعم باني المغرب الحديث مولانا الحسن الثاني، الملك الباني، الملك العبقري، الملك الذي قام بالمسيرة الخضراء رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح الجنان. كما نترحم على محمد الخامس الجد المباشر لملكنا محمد السادس ترحمنا على الأبطال وعلى البررة وعلى الأطهار وعلى الأتقياء وعلى المباركين. وهذه الصورة إن شاء الله سيفتتحها بعدها، سيقرأ كل منهم القرآن الكريم إلى أن نختتم هذه السلكة المباركة في زاوية الرسونية في ضحى يوم الأحد 23 من يوليوز بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما أن ملكنا هو أمير المؤمنين من الناحية الدينية الذي يؤمنا في الصلوات بواسطة خطيبه، والذي يسهر على عشرات الآلاف من المساجد التي يرفع فيها الآذان، والذي يحفظ لنا صيام رمضان، والذي يحفظ لنا فريضة الحج، أيده الله ونصره الله. في هذه الحالة هو أمير المؤمنين، ولكنه أيضا رئيس البلاد وملك البلاد المنعم، الذي لا يسكت له مطلب إلا بتحقيق ما وعد به شعبه من مزيد الرقي، حتى وصل المغرب إلى درجات عالية في القارة الإفريقية وفي الجامعة العربية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتوالت الاعترافات بالصحراء المغربية، وتوالى فتح
القنصليات في مدينة الدخلة وفي مدينة العيون، كل ذلك بفضل السياسة الرشيدة التي يأمر بها جلالة الملك، يأمر بها حكومته الموقرة، كما يأمر بها جميع مؤسسات الدولة التي تسير بتوازن كبير. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا لكان الشأن شأنا آخر، ولكن الله لطف بنا وهيأ لنا ملكنا المحبوب الذي يقوم بما يجب أن يقوم به أمير المؤمنين من إرشاد الأمة والأخذ بيدها وقيادتها نحو العلو ونحو الارتفاع ونحو الرقي ونحو كل خير من الخيرات. حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه. وكما أنه يحب شعبه فشعبه يحبه من خالص قلبه ومن عميق فؤاده، حتى إن شعبه الأبي لا يجده في هذا الوطن بعد الملك إلا المقربين إلى جلالة الملك بالإخلاص. فجلالة الملك مباشرة هو الذي يسدد الحكومة والمؤسسات بنصائحه وتوجيهاته وتعليماته الملكية. فرأينا الموانئ الكبيرة تنشأ، ورأينا الطرق السيارة، ورأينا قطار البراق، ورأينا القمرين الصناعيين، ورأينا المناطق الصناعية في طنجة وفي القنيطرة وفي تطوان وفي الدار البيضاء وغيرها، ورأينا مصانع السيارات بل مصانع الطائرات، ورأينا ما رأينا من حدبه الكبير على الأمة وفتح الأوراش الكبيرة التي يصر بها كل مواطن مغربي وكل مواطنة مغربية. إننا نهنئ أنفسنا بعيد العرش الكريم الذي سيكون يوم 30 من شهر يوليوز الحالي، لأنه يذكرنا بما كان عليه الملوك العلويون من إخلاص، وما زالوا إلى الآن من إخلاص لهذا الوطن. فملكنا حفظه الله وسدده محمد السادس هو ابن الحسن الثاني، والحسن الثاني هو ابن محمد الخامس، ومحمد الخامس هو ابن مولاي يوسف الملك الصالح، ومولاي يوسف هو ابن السلطان المقدس مولاي الحسن الأول، ومولاي الحسن الأول هو ابن السلطان سيدي محمد، والسلطان سيدي محمد هو ابن السلطان مولاي عبد الرحمن، ومولاي عبد الرحمن المذكور هو ابن سيدي محمد بن عبد الله رحمة الله عليهم جميعا، ومولاي عبد الله المذكور هو ابن مولاي إسماعيل الذي هو ابن مولاي الشريف الذي ينتمي إلى الحسن الداخل، وبعده إلى مولاي عبد الله إلى مولانا الشريف دفين الريصاني والجهة الشرقية. فمولانا محمد السادس نصره الله حريص على الدين الإسلامي الحرص الكبير، كيف لا، وهو حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو غصن من شجرة الرسول، وهو فرع من شجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم بواجبه بل أكثر من واجبه تلقاء الأمة وتلقاء الأمة العربية والإسلامية، وهو رئيس لجنة القدس. وكم أعطى من عطايا للقضية الفلسطينية، وكم قام حفظه الله بجهود في الحقل العالمي لحقن الدماء وللإصلاح بين الناس ولإرسال رسالة السلام العالمي
الذي يحتاجه عالم متأجج بالصراع. أيها السادة الكرام، إننا نهنئ أنفسنا بهذا الموسم المبارك، موسم الدعاء لأمير المؤمنين الذي يدخل في نطاق مجمع التابعين للصالحين والمسترشدين بالصالحين، لأن كل واحد من هؤلاء الحفظة يسترشد بالصالحين وينتمي لهم ويتأسى بفعلهم ويقتدي بالصالحين، فأمتنا أمة الصالحين ولله الحمد والشكر والمنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويوم الأحد سنختم هذه السلك بإذن الله سبحانه وتعالى بالزاوية الرسونية ضحى في موسم الدعاء لأمير المؤمنين، فوجب التذكير بذلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفتحة عملنا نسينا شيء. سورة الفاتحة. نقرأ الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دابا كل واحد يقرا سيدي الحزام ديالو في